السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله محافظة الوادي الجديد نزلت إعلان عن مزاد جديد إن شاء الله في شهر مايو، بمواعيد من أول 13 مايو حتى يعني 22/5. كل مركز من مراكز المحافظة ليه يوم منفصل، ما عدا مركز الفرافرة بس ليه يومين لأن عدد القطع اللي فيه أكبر شوية. المساحات المتاحة 200 فدان فأكثر. المقدم اللي بيدفع تأمين دخول المزاد الأول على حسب المساحة. المساحات اللي حتى 200 فدان تأمين دخول المزاد هو 500 جنيه للفدان. من 200 ل 500 فدان تأمين دخول المزاد بيكون 400 جنيه. من 500 فدان إلى 1000 فدان تأمين دخول المزاد بيبقى 300 جنيه للفدان. 1000 فدان أو أكثر بيكون تأمين دخول المزاد للفدان 200 جنيه. طيب بنكمل بقى الفلوس قد ايه؟ بنكمل الى 30% من القيمه الايجاريه، عشان بس الاعلان لازم مكتوب 10% من 3 سنوات. معنى كده ان حضرتك عشان تحسبها مظبوط بتحسب 30% من القيمه الايجاريه. المزاد مش على سعر التمليك، المزاد على القيمه الايجاريه للفدان. يعني المزاد لما يرسى حضرتك على 5000 جنيه يبقى حضرتك ده ايجار الفدان في السنه، او يرسى على 6000 جنيه يبقى برضه ده ايجار الفدان في السنه. حضرتك بتكمل الفلوس اللي دفعتها ايا كانت بقى، كنت دافع 500 جنيه على الفدان، دافع 200 جنيه على الفدان، على حسب عدد الافدنه في القطعه يعني. بتكملهم الى 30% من القيمه الايجاريه للقطعه على حسب مساحتها، زائد التبرعات اللي تبقى في حدود 150 او 170 جنيه على الفدان. فترات السماح سنتين لكل المساحات. فكره فتره السماح ل3 سنين ما بقتش موجوده الحقيقه، كانت موجوده في مبادره النخيل فقط اللي خلصت من كذا سنه يعني، لكن دلوقتي كل فترات السماح سنتين. حضرتك في بدايه السنه الثالثه لو كنت زرعت 75% من مساحه الارض فمن حق حضرتك تقدم على التمليك. ما زرعتش المساحه دي فمش من حقك تقدم على التمليك، فبتضطر تدفع الايجار سنويا، والايجار بيدفع مقدما ولا يخصم من قيمة التمليك. تاني هعيد، الإيجار اللي حضرتك بتدفعه لا يخصم من قيمة التمليك. الحاجة الوحيدة اللي بتتخصم من قيمة التمليك هي التأمين اللي حضرتك بتدفعه في البداية لما بتستلم الأرض، أو زي المثال اللي عندنا النهاردة يبقى يوم المزاد. هفترض مثلا دفعت 2000 جنيه على الفدان، 3000 جنيه على الفدان، ايا كان الرقم زي ما يطلع، ده بيتخصم من ثمن الفدان لما تيجي تقدم على التمليك ان شاء الله، وتنزل لحضرتك اللجنه تحدد سعر الفدان، وبالتالي يخصم المبلغ اللي حضرتك دفعته في التامين بغض النظر عن عدد السنوات اللي حضرتك دفعتها ايجار. يعني اللي دفع ايجار سنه، اللي دفع ايجار سنتين، اللي دفع ايجار 10 سنين، كل هذه الايجارات لا تخصم من قيمه التمليك. ربنا يوفق الجميع ان شاء الله. المحافظه منزله عدد قطع لا باس به في كل المراكز. انا اخص بالذكر مركزي الدخله وبلاط نازل فيهم دي 30 قطعه ودي 20 قطعه بمساحات مختلفه، لكن اقلهم 200 فدان. المحافظه كمان منزله كده كام قطعه كده في الخارجه، حاجات مرفقه يعني بالمرافق بتاعتها، وحاجات بالبير وفيها مرافق، لكن هي يعني قطعتين ثلاثه من كل حاجه منهم. لكن اغلبيه القطع او 90% من القطع هي اللي نازله بدون مرافق، يعني بدون بير، بدون كهرباء، بدون طاقه، بدون حاجه خالص. ودي غالبا اللي الناس هتدخل عليها. انما باقي القطع الصغيره دي هم تقريبا قطعتين في الخارجه مرفقين، وقطعتين ثلاثه برضو نازلين تمليك حتى مش حق انتفاع، لكن في مدينه الخارجه او تبع مركز الخارجه. اختصارا ربنا يوفق الجميع ان شاء الله. مواعيد المزاد الناس نزلت الورقه يعني بمواعيد المزاد في كل مركز، او حتى اللي حابب يتواصل على مركز معين يبعت لي على رقم الواتساب. احنا اول حاجه هتبقى يوم 13 ان شاء الله على خير. ده مزاد بدايه المزاد يعني يوم 13، واخر حاجه 22. موزع كل مركز ليه يوم، ومركز الفرافره ليه يومين. يعني نصيب الاسد لان نازل ما شاء الله 45 قطعه في الفرافره، فمركز الفرافره مقسوم المزاد بتاعه على يومين. كراسات الشروط هتبقى متاحه ان شاء الله في صندوق استصلاح الاراضي في المحافظه في الخارجه، يمكن قبل ميعاد كل مزاد بكام يوم، او يمكن زي المزاد اللي فات يبقى يوم المزاد الصبح. حضرتك بتشتري الكراسه، هو المفروض الكراسه رسميا
ب 341 جنيه، و5 جنيه تبرع و5 جنيه طابع شرطه، و10 جنيه شهر تبرع لايه، حوالي 360 370 جنيه. احتمال كبير زي المزاد اللي فات برضو يزودوا عليهم 1000 او 1500 جنيه تبرع لصالح المحافظه. فيعني اعمل حساب حضرتك كده وانت رايح انه يبقى ثمن كراسه الشروط حوالي من 1500 ل 2000 جنيه. تامين المزاد على حسب القطعه اللي حضرتك داخلها، زي ما قلنا، مقسمه فئات، اقل من 200 فدان او 200 فدان فاقل، من 200 ل 500، من 500 ل 1000 او اكثر من 1000، تبقى عامل حسابك في فلوس التامين اللي هتدفع يوم المزاد. الباقي ال 30% هيدفع امتى؟ الغالب الاعم انه بيكون في خلال اسبوع من المزاد، وبعض المرات في المزادات انه مستشار مجلس الدوله كان محدد 48 ساعه من تاريخ المزاد لدفع باقي ال 30%. فحضرتك تبقى عامل حسابك وانت رايح في قيمه التامين، وتبقى عامل حسابك في انك في خلال ايام هتكمل ال 30% من القيمه الايجاريه للفدان. دي المعلومات المتاحة، ولو في أي حد عنده أي استفسار ممكن يبعت لي على الواتساب. إن شاء الله ما نتأخرش عن حد في الرد يعني، وربنا يوفق الجميع. شكرا جزيلا.